انا كنت ربما كنت يا حبذا نكون متفائل مثل الاستاذ بوصوف ونهضر على الوجه المشرق ديال الهجره. لا يمكن ان ننكره، ما يمكنش تكون عندنا ديك النظره سوداويه، ولكن كنت كنتمنى من المحققين ديال ميديا ان تي في انهم يمشيوا لاسبانيا ويشوفوا المغاربه اللي كيلقطوا الزبل من القمامه. انا ربما هذوك السيارات هادشي ربما حنا كنسمعوا عليه في المغرب هنا، واش هادشي فعلا كاين؟ هذا واقع، هذا واقع. ربما ان هذوك الناس اللي كيقطعوا بهذوك السيارات انا كنعتبرهم محظوظين، لان لقاو ان الحل والسبيل للخروج من ديك الازمه الخانقه. ربما كتقولوا 60%، انا نقدر نقول لك اكثر من 80% ديال المغاربه في اسبانيا في حاله عطاله عن العمل. ما كايناش دراسات، لان للاسف الشديد ما كاينش جمعيات، ما كاينش مجتمع مدني اللي قد يعطينا ارقام صحيحه. ولكن يمكن غير تنزل للشارع، تمشي للجامع وتشوف شحال ديال المغاربه في حاله عطاله، ربما ارقام مهوله. كاين مغاربه كنشوفهم كياكلوا من القمامه، كياكلوا من القمامه، زعما واحد المنظر مقرف، ولدرجه انك كتستحي وكتقول لا حول ولا قوه الا بالله. وكنتمنوا ان السلطات المغربيه تمشي وتعاين هذوك الناس اللي كيبيعوا ديك الخردانه في المغرب. انا كنعتبرهم محظوظين، على الاقل لقاو واحد الميكانيزم باش يخفوا على العائلات ديالهم وضع الازمه الخانقه. وربما هم محظوظين حتى على الاسبان، كما قال الاستاذ بوصوف ان الازمه ضربت الجميع ماشي غير المغاربه، ولكن الجاليه المغربيه اكثر تاثرا بالازمه، لان ما عندناش ذاك النسيج الاجتماعي والنسيج الجمعوي ضعيف، لان الجاليه المغربيه كتفتقد للتاطير. السلطات العموميه عندنا ما كانش. الاستاذ بوصوف هضر على السياسات الاستشرافيه، يا حبذا هم داروا دراسه في 2011 وكان في 2011 قد دق ناقوس الخطر بان الاوضاع ستكون كثير، وما زال الاوضاع. الدور ديال المجلس انه هو دور فقط يعني تقريري استشاري، يعني يعد التقارير. يعني المفترض ان الحكومه هي اللي تقوم يعني بتنفذ هاد التوصيات اللي كتورد ربما في هذا. لو كان انا كنت كنتمنى ان وزير المكلف بالهجره يكون حاضر معنا هنايا، وكنظن ان وزير الهجره ما حاضرش معنا، هذا ما كيتحملش المسؤوليات ديالو. كان من الواجب ديالو ان يجي يناقش معنا هذا الموضوع، لان موضوع كيهم 10% ديال المغاربه اللي كيعيشوا خارج الوطن، و30% من العائلات المغربيه كتعيش مباشره من الهجره. خصو يتحمل المسؤوليه، لان هذه حكومه منتخبه خصها تحمل المسؤوليه ديالها وتجي تناقش، تدافع عن السياسات ديالها، تقول لك الغالب الله انا ما نقدش ندير شنو غندير لهاد المهاجرين، وحنا نناقشوها ونطرحوا